وبركاته يا اجمل متابعين واخوات في الدنيا. النهارده وصفتنا جميله وسهله لكل الاعمار، كبير وصغير هيحبها وهيعملها كمان. هنعمل مع بعض خليه النحل بطريقه سهله واقتصاديه. بسم الله. هننزل بالكوب ونص لبن دافي، وبعد كده باكو خميره فوريه، معلقتين صغيرين من السكر، وبعد كده هنفصل البياض عن الصفار كده، وبياض بيضة وربع كوباية زيت. هنسيبها لحد ما تتفاعل شوية، يعني لمدة 5 دقايق كمان. الفرقعات دي هننزل ب4 كوب من الدقيق. ادي اول كوب، وبعد كده ذرة ملح، ملمسها هيبقى لين، هنحط شوية صغنطوطين يعني زي بلة الزيت كده عشان نعرف نمسكها، عشان هي عجينة طرية كده. لازم تتعجن كويس قوي. وبياض البيضة ما شاء الله خلاها عاملة ازاي، زي ما انتوا شايفين، يعني فيها نسبة تلزيقة صغنطوطة كده. حطينا شوية زيت هنا في القاع، هنسيبها تختمر معانا على حسب بقى معانا بالمنظر ده. بسم الله. نفضي الهواء. ملمس العجين خطير خطير خطير، يعني فعلا اللي يمسك العجين وهو متضايق بقى وعنده اكتئاب، لا يعجن كده هيرتاح راحة نفسية بجد بجد بجد. هنعملها زي الرول كده طويل. بسم الله. تتقطع صغنطوطة قد كور البينج بونج. كله يبقى مقاس واحد. هتبقى مسحة زيت بالفرشة بسيطة كده. البيضايه حطينا البياض والعجينه بتتعجن، ودي الصفار حطينا معاهم 3 معالق من اللبن، وبعد كده شويه من القرفه، جبنه كيري او مثلثات حسب ما انتوا عايزين، هتبقى 4 قطع كده. ونبدأ بأول واحدة عملناها، وبعد كده
وبعد كده هنرصها. هنعمل كمان واحدة. بحس لما الجبن بتسيح بتبقى طعمها زبدة جميلة قوي، جربوها. وهنبعد شوية يعني زي 2 سنتي كده عن كل كورة كده. ما شاء الله. هندهن من على الوش كده. دهنا وشها خلاص. هنحط شوية سمسم. وهنسيبها كمان 10 دقايق. تاني بعد 10 دقايق هنخبزها في الفرن بقى. الفرن حامي، يعني له 10 دقايق بس. طلعت من الفرن وبعد كده غطيتها 10 دقايق كمان. يعني اول ما بتخرج من الفرن وهي سخنه بتتغطى، يعني مفيش دقيقتين 3 وبتكشفوها تاني هتبقى بالمنظر ده. بصوا جمالها عامل ازاي وسهله. كله على بعض. هنشوف مع بعض واحده. هنظم بقى كده عشان اعرف اشيلها بشكل حلو. بسم الله. بسم الله. واو، هنا هشة وناجحة 100%. شايفين الجمال والحلاوة اهي. بصوا من جواها اهي. ممكن تتحشي شوكولاتة، ممكن تتحشي جبن، اللي انت عايزاه برضو ممكن. او ممكن تتعمل سيرب وتترش عليها كده وهي سخنة، او لبن مكثف زي ما انت عايزة. وفي ناس بتعملها بلبن رايب، زبادي، بلبن نيدو اللي هو. انا عن نفسي هعملها بالعسل النحل. بسم الله كده. اوعي تنسوا اللايك والشير واشتراك في القناة. اشوفكم بكل خير يا رب. جود باي.